وما زلنا في ميدان سيدي ابراهيم الدسوقي، وحيث الاحتفال العظيم بمولد سيدي ابراهيم الدسوقي. واحنا حاليا قدام مطعم من المطاعم المهمه جدا في مدينه دسوق، مطعم شراره. مطعم ليه؟ هو اصلا كان للاسماك البحريه وبعد كده بقى اسماك بحريه ومشويات. مطعم مهم جدا وبيكون عامل استعدادات كبيره جدا لاستقبال زوار سيدي ابراهيم الدسوقي. السلام عليكم. السلام عليكم. اتعرف عليك الاول. كريم شراره. ازيك يا حاج كريم؟ ابن الحاج خميس. ابن الحاج خميس شراره. ازيك عامل ايه؟ مية مية. استعداداتكم ايه السنه دي بمناسبه مولد سيدي ابراهيم؟ استعدادنا السنه دي متقلين الدنيا جامد، لان باين ان هيبقى مولد تقيل قوي. محضرين نفسنا جامد جدا يعني باسماكنا ولحومنا وفراخنا، مظبطين حالنا جامد ومستعدين للزوار سيدي ابراهيم. تمام. الاسعار السنه دي متناول الجميع ان شاء الله. يعني مش ازيد من السنه اللي فاتت؟ لا مفيش ازيد ولا حاجه، وان شاء الله معقوله. يعني لو افترضنا ان انا واحد واسرتي حبيت اجي اكل عندكم، عندي وجبه من اول 70 جنيه لغايه 150 جنيه ما شاء الله. يعني عاملين حاجه بسيطه كده برضو يعني نفع لسيدي ابراهيم يعني. ما شاء الله. انا عارف طبعا من ايام والدك. دايما كان بيستعد وكان بيعمل حاجات كتير. والدك كان صديقي على فكره. ايوه الله يرحمه. على طول كل سنه ومحمد طبعا اخوه. ايوه محمد اخويا الشيخ محمد طبعا، يعني كل سنه بنستناكم تشرفونا وتزورونا. الله يخليك. تعرضوا سيدي ابراهيم طيب. للناس كلها وتعرفوهم يعني. البوادر السنه دي بتقول ان المولد هيبقى جامد جدا ان شاء الله السنه دي، جدا 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 يعني. مستعدين له جدا. العمليات التنظيميه. الامن تمام ومجهزين كل حاجه ومستعدين برضه لحمايه الناس. اكتر صنف عندك بيبقى فيه اقبال عليه في المولد؟ عندي الفراخ والاسماك الصراحه، يعني بيبقى الناس جايه للاسماك بالذات. هو انتوا تاريخ في الاسماك. ايوه بتبقى جايه للاسماك بالذات، يعني مستعده جامد للاسماك والفسيخ بالذات يعني، والحلاوه ان شاء الله. هم بيبقوا يعني جايين مخصوص للاسماك والحلاوه. ما شاء الله. طيب نفس الجوده اللي بتقدموها في الاسماك هي الجوده اللي بتقدموها في ان شاء الله بنقدم برضه في الفراخ وفي اللحوم وفي كل حاجه يعني. عاملين طواجن وعاملين حاجات كتير بنستعد بيها اصلا في المولد دي. استعداد بيبقى غريب شويه لان بيبقى الناس برضه بتبقى جايه تاكل وجايه تتبسط. اكتر وقت في فتره المولد دي لو انا عايز اكل فيها بروقان اجي لك امتى؟ يعني هم صراحه بيجوا في وقت الزحمه، الناس بتحب تبقى قاعده في وسط الميدان في وسط الزحمه، ما بيحبوش الفيضان. انت عاوز تحس ان هي في مولد وبتاع وكلام من ده وفي دوشه يبقوا جايين لكده. يعني اقصد مثلا لو اسره عايزه تجيلك في المولد بتيجي بالنهار ولا بالليل؟ بيجوا يوم الجمعه بقى، اللي هم الناس اللي هم الرايقه بيجوا يوم الجمعه، ما بيجيش الخميس. ده في العادي. ايوه لا بيجوا الجمعه اللي بعد المولد. ده اصحاب البلد بقى. لا اللي هم برضه في ثوار برضه بيجوا الجمعه برضه. الجمعه ما بيجيش الخميس، تكون الزحمه خفت شويه. الزحمه وبيجوا يزوروا على روقان كده. بيبقى الناس الرايقه دي بقى. تمام. كل سنه وانت طيب وعقبال كل سنه ان شاء الله. كل سنه يا رب ونستنيكم كل سنه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. ما زلنا في رحلة البحث وفي رحلة التغطية ل تمام. زوار سيدي ابراهيم الدسوقي واستعداد المحلات والفروشات لاستقبال الحدث المهم. واحنا ما زلنا في ميدان سيدي ابراهيم الدسوقي، برضو فرش من الفروشات الخاصة ببيع الحلويات. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ كل سنة وانتم طيبين. عرف على حضرتك. حاج بحبح هاشم. حاج بحبح هاشم اسمك الحقيقي؟ هو الشهرة حلواني قصر تسوق. بس الاسم الحقيقي ايه؟ الحاج بحبح هاشم. يعني انت مكتوب في البطاقه؟ انا اشك في المعلومه. الاسم غريب. كل سنه وحضرتك طيب. من دسوق. طيب ده نشاط دايم عندك؟ احنا عندنا مصنع. مصنع حلواني قصر تسوق. قصر تسوق. هو اسم البلد. بتصنع كل الانواع ولا طبعا شرقي بس؟ لا كل الانواع حضرتك. كل الانواع. ويمكن في المولد بتركز على حاجات معينه؟ الهريسه، البسبوسه، البسيمه، عشان هو الزبون اللي بيجي من بره بيبقى عايز بيبقى هو عارف اللي في تسوق احسن هريسه، احسن بسبوسه، احسن بسيمه. طب والاسعار السنه دي ايه؟ والله صلاه النبي يعني ربنا يخلي لنا الريس، واخد بالك؟ اسعارنا حلوه والدنيا حلوه، بس احنا اللي بنصعبها على نفسنا. اللي الدنيا كلها غاليه. بستغرب لما بلاقي محل حلويات بيبيع كيلو بكذا ومحل تاني بيبيعه بكذا. يا معلم اختلاف تفاوت في الاسعار. احنا يا فندم بقالنا 12 سنه ولا 15 سنه ما شفناش مولد زي ده حضرتك. ما شاء الله. هو باين السنه دي منظم جدا وهادي. منظم بالنسبه للداخليه حاجه حلوه. طبعا. بالنسبه لاي حاجه مصالح حكوميه في قلب المولد حاجه في منتهى الجمال. ما شاء الله. عندنا هنا الامن مستتب. مول سيدي ابراهيم العارف بالله سيدي ابراهيم الدسوقي ده
من الحاجات اللي هي الجميله يعني زي سيدي احمد البدوي وزي مولانا سيدنا الحسين طبعاً. وزي السيده زينب من اولياء الله الصالحين. ايوه طبعا. وبعدين زواره وحبايبه بيجوا من انحاء العالم. من كل الحاجات. انت حضرتك جاي النهارده التلات، لا تعالى بص على زحمه المولد ده اهو. مش هنعرف نمشي بقى. يا فندم نزلنا النهارده عشان عارفين. الشيخ ياسين التهامي كان هناك في طنطا في سيدي احمد البدوي، واحنا لو ما عندناش الساحه برضه رئيس مجلس المدينه برضه بيعمل على جد استطاعته في الميدان هنا، والمحافظ وسياده المحافظ برضه الامن طبعا. وسياده مدير الامن برضه عامل هنا جلك بالنسبه اللي هو كان عاوز ربنا يكرم ويخلص الايه الساحه بتاعت سيدي ابراهيم. ان شاء الله. فان شاء الله هيبقى مع رئيس المدينه ومع المحافظ ومع نائب مدير الامن، هيبقى المولد السنه دي حاجه جميله. وانتوا شرفتونا. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنة وأنت طيب. كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب وبخير. وما زلنا مستمرين والتغطيه لمولد سيدي ابراهيم الدسوقي. زي ما انتم حضراتكم شايفين جموع الناس فرحه وناس سعيده بهذه المناسبه وهذا الحدث الديني المهم. طيب ما نروح نفاصل بقى ونكمل تاني. هنطلع فاصل ونرجع.